بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف لطيفة مع الجيران. آه يعني احنا في نفس البيت بقالنا اكتر من 33 سنة. بس في الاول طبعا يعني كنت مش عارفة هتعامل ازاي مع الجيران. ممنوع، يعني ممنوع او مش مرغوب ابدا هنا ان انا اروح اخبط مثلا عليهم، مش هيفتحوا الباب. فكان ما فيش قدامي الا الناس اللي هم تحتي، فلان انا مأجرة يعني الدور التحتاني. فدول كانوا بقيت مثلا شو جربت معاهم ان انا مثلا اديهم اكل مصري، فعملت لهم بسبوسة وعجبتهم جدا. وكانوا ما زالوا لغاية دلوقتي بيسألوا على الوصفة يعني بتاعتها. عملت لهم بتيفور وكعك في رمضان او يعني في العيد، فبرضه نجح معاهم قوي. ومن ضمن الناس اللي انا اديتهم كانت الموظفة اللي بتعدي الاولاد الشارع علشان وهم رايحين المدرسة. وبعدين بعد كده ناس انا دول الناحية التانية بقى كانوا جيران الناحية التانية وهم عندهم مركب. ف يعني انا لا بخرج ولا بروح الجنينة اصلا، حتى ببص عليها من الشباك وبس. المهم مرة من المرات كنت تحت في الجنينة، فلقيت يعني الراجل ده اللي هو جارنا ده بيديني شوال مقفول. هو اداني الشوال ومشي. انا مش معودة حد ان انا يعني اقف اتكلم معاه. بس فاما مشي جيت فتحت انا الشوال، لقيت ان هو خد المركب وراح اصطاد، وكان ديت كمية من السمك اللي هو يا دوب لسه مصطاده وبيتحرك جوه الشوال يعني. الحمد لله ما عنديش مشاكل مع اي حد حواليا. اي حد عمل فيا مشكلة من زمان، بتاع الناس بتوع الشكوى الكيدية والكلام ده، انا عرفتهم وطنشتهم. وطبقت مبدأ امشي عدل يحتار عدوك فيك، والحمد لله.